السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زلزال مدمر على كل من مصر ولبنان وإيران وشمال العراق. قام العالم والباحث الهولندي فرانك هوغيبرتس المتخصص في الزلازل والذي توقع زلزال تركيا بنشر فيديو لتوقعاته للزلازل المقبلة والتي قد تشهدها بعض الدول، موضحا أن هنالك تغييرا في توزيع الضغط في جميع أنحاء المنطقة خلال الأيام الأخيرة بعد زلزال تركيا. وتحدث العالم الهولندي عن مصر وإمكانية تعرضها لزلزال قادم، حيث قال الباحث: سألني الناس هل سيحدث زلزال كبير في لبنان أو حتى مصر، وأنا أقول نعم. وأضاف هوغيبرتس: هذه البلدان معرضة لنشاط زلزالي كبير، ولكن لا يمكن الجزم بناء على النشاط الأخير، إذ كان ذلك سيحدث الأسبوع المقبل أو في غضون 5 أو 10 سنوات، فلا أحد يعرف حقا. وتوقع الباحث حدوث زيادة زلزالية خلال الأيام المقبلة في نطاق 6 درجات على مقياس ريشتر و6.4 وربما يصل إلى 6.7 درجات. وبالتالي إذا صدق توقع الباحث فإن المنطقة ستشهد زلزالا مدمرا. برأيك، هل سيصدق توقع الباحث هذه المرة أيضا ونشهد زلزالا في مصر ولبنان وإيران وشمال العراق، أم أن توقعه بشأن زلزال تركيا كان مجرد افتراض علمي فقط؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.